حاولت الشرطة أنه تتواصل مع أهل هذا الميت لكنهم ما استطاعوا. يظهر لي أنه ما كانت معه أوراق ثبوتية ولا معه شيء يثبت حالته. عدت الأمور. طبعا أنتم تعرفون أنه الجماعة هذولا راحوا في عام 2007. محمد قايد رجع للسعودية بطريقة نظامية عن طريق فيزا رسمية، رجع للعمل في السعودية. وين حب يشتغل؟ حب يشتغل في المكان الأول اللي اشتغل فيه وكون فيه علاقات جميلة، بيشة. رجع البيشة وبدأ يتواصل مع الناس اللي كان هو يشتغل معهم ويبيع ويشتري معهم في المنتجات الزراعية، وتعرفوا علينا أن الرجل محبوب والرجل فيه خير. في يوم من الأيام محمد قايد حاضر عزيمة، وأثناء العزيمة هذه والجلسة كانوا الناس يسولفون، فجاء واحد من الحاضرين وبدأ يتكلم عن قصة العسكر الاثنين المسجونين على ذمة القضية في عام 92. وبدأ يتكلم إنه العسكريين فلان وفلان يا أخي راح شبابهم في السجن، والسبب المضاربة اللي صارت في القسم الفلاني في عام 92 وكذا. محمد قايد سمع السالفة فقرب من الرجال قال له يا أخي ممكن أسألك إيش قصة القصة اللي أنت تقولها؟ إيش وضع هذه القصة؟ ممكن تعيدها لي؟ قال إنه فيه في عام 92 في عام المهم محمد قايد حضر عزيمة في بيشة، عملوا عزيمة وحضرها محمد قايد، وحضروا طبعا ناس من بيشة. أثناء ما هم جالسين ويدردشون بعد العشاء، فيه واحد من الحاضرين بدأ يتكلم قال يا جماعة الخير، تذكرون قصة العسكري فلان والعسكري فلان اللي سجنوا بسبب المضاربة اللي صارت في القسم الفلاني في عام 94، اللي كانوا مجموعة يمنيين ومجموعة أثيوبيين وكذا وصارت مشكلة، فالموضوع منحل، والموضوع الشباب ذولا مسجونين إلى الآن وما عاد قدروا يوصلون لأهل المقتول وما أدري إيش. محمد قايد سمع السالفة فقرب من عند الرجال قال له يا أخي كلمني، عد لي الوضع اللي أنت قلته. قال إنه فيه قصة صارت عام 94 للميلاد في القسم الشرطة الفلاني في بيشة، إنه كان في مجموعة يمنيين مع مجموعة أثيوبيين، وفي واحد من اليمنيين لقوه اليوم الثاني ميت، واتهم فيها العسكريين الأول والثاني، كل واحد منهم ينكر. فقال محمد قايد خير إن شاء الله خير. قال له الرجال وش الموضوع؟ قال له لا ما في شيء. اليوم الثاني محمد قايد راح لقسم الشرطة وقابل مدير القسم، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له يا أخي أنا فلان الفلاني محمد قايد وهذه إقامتي. قال الله يحييك. قال يا أخي في عندكم حادثة صارت في القسم هذا. قال إيه؟ قال ممكن تقولها لي؟ فقالها له الضابط. فقال يا أخي أنا من ضمن الموجودين اللي كانوا ذاك اليوم موجود. قال بالله عليك؟ قال لي والله حنا كنا 4 يمنيين و3 أثيوبيين، وحنا مشينا كلنا إلا في واحد بقى، وهالواحد هذا هو اللي انتم تقولون مات مع انه ما كان فيه شيء. فقالوا هذا اللي والله صار، فأنت جابك الله يعني أنت كشاهد هالحين. قال ما عندي مانع أشهد. قال يا أخي أنت تذكر العسكري اللي كانت عنده المناوبة في الليل اللي جاء وأنهى المشكلة بينكم؟ قال لي أذكره. قال تذكر وجهه؟ قال أذكر وجهه. قال طيب لو جبته لك تتذكره؟ قال لي عادي. فعلا أخذ محمد قايد وودي للسجن وجابوا له العسكريين، فتعرف محمد قايد على العسكري اللي هو العسكري المناوب اللي في الليل. قال هذا اللي كان معنا في الليل. المهم أخذت أقوال محمد قايد. وش تقول يا محمد قايد؟ قال والله يا جماعة الخير حنا صارت بيننا وبين الأثيوبيين مشكلة، وأنه هذا العسكري أبدا جاء علشان ينهي المشكلة اللي بيننا، لكنه دف هذا المتوفى دفه فضرب راسه بالجدار. أنا شفت لما ضرب راسه بالجدار.
قالوا الله، اي بس هذه الضربة. استدعوا العسكري، قالوا له انت لما صارت المشكلة بين الاثيوبيين واليمنيين ايش سويت؟ قال انا فرقت بينهم وحاولت انهي المشكلة. قالوا انت دفيت هذاك؟ قال لي والله دفيته، اذكر اني دفيته علشان ابعده لانه كان متحمس يبغى يضرب. قالوا اها، اذا قتل خطأ، قتل خطأ، لانك يعني تسببت في قتل هذا الرجل بطريقة خاطئة وليست عامدة. اللي حصل يا جماعة الخير انه ساعدهم محمد قايد في الوصول الى اسرة هذا المقتول هذا الميت، وفعلا تم ايصال الدية، دية القتل الخطأ لهم، وخرج العسكريين الأول والثاني بعد 13 سنة من السجن وهم مظلومين، ما كان لهم دور، لكن كان من المفروض أنهم يسجنون لأن هذه روح أزهقت. البطل في هذه القصة هو محمد قايد. أبيكم تتدبرون، محمد قايد يروح، ثم محمد قايد يرجع لنفس المنطقة، ثم محمد قايد يساهم في إخراج هذول المجموعة هذول الاثنين.